اللي ده لحم الهامور عمره ما هيرجع لطريقة لحمة تانية. السلام عليكم، أهلا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل شرايح لحم الهامور. هنجيب حلة على النار ونحط فيها معلقة كبيرة سمنة، ونكون مقطعين 2 بصلة وسط شرايح، وننزل على السمنة ونقلبهم مع بعض. ندبل البصل تتبيل بس، نقلبهم كده تقلبتين مع السمنة. وهنكون مجهزين اللحمة ومقطعينها شرايح رفيعة زي ما بنقطع شرايح الشاورما، ونحط نص معلقة صغيرة فلفل اسود، وننزل بنص معلقة كمون، ونص معلقة بابريكا، و4 فصوص حبهان، ومعلقة كبيرة توم مهروس، ونقلب كله مع بعضه. ندي اللحمة صدمة مع البصل والبهارات، بنقلبها من وقت للتاني. وبنكون مجهزين 3 جزر شرايح، و2 فلفل رومي اخضر شرايح، و1 فلفل احمر الوان شرايح، و1 فلفل اصفر شرايح. وننزل بكل الخضار اللي احنا قطعناه شرايح مع اللحمة اللي خدت الصدمة، ونقلب كله مع بعضه مما يدبل الخضار مع اللحمة. بعد كده هنكون مجهزين كيلو طماطم عصير ضربينه في الخلاط، وننزل بيه على كل المكونات اللي حطيناها مع بعض، اللحمة والخضار، ونقلب برضو كله مع بعضه. وننزل بمعلقة كبيرة ملح وعصير ليمونة، ونقلب وندوق الملح ونشوف لو الملح مظبوط خلاص. لو محتاجة ملح تاني بنحط، وبنزود 2 كوباية كبيرة مية مع كل المكونات دي، ونغطيها ونسيبها تغلي كويس مع بعض. نقلبها وتستمر كده في الغليان 2 3 دقايق، وبعد ما تغلي كويس هنطفي عليها، ونكون مجهزين كزبرة، حزمة كزبرة خضراء متقطعة، ونقلبها. وبعد كده هنجيب الصينية او البايركس اللي عندنا او الطاجن، اي حاجة موجود، ونفضيها فيها، ونكون مسخنين الفرن، وندخلها الفرن من تحت تكمل السوا بتاعها. وبعد كده نحطها تحت الشواية تاخد وش خفيف كده، ونضيف لها ورقتين لوري تدي ريحة جميلة، ريحتها حلوة قوي قوي وهي بتستوي. طريقة جديدة حلوة قوي للحمة هتعجبكم، الطعم جميل جدا. ونقدمها مع رز بالشعرية ما تشبعوش من طعمها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة، وقولوا لي نعمل ايه الوصفة الجاية. مستنية رأيكم في التعليقات. مع السلامة.